القصة ديال اليوم كدور على جوج ديال التوأم مختلفين، سومي ورينا. سومي بنت خجولة وكتبغي تبقى سادة على راسها في الغرفة ديالها. هي زايدة في الوزن وما عندهاش الثقة في راسها. كهواية كتغني في لايفات تحت الاسم ديال سكسي ديفا وقدرت تجمع عدد كبير من المعجبين والمتابعين. ولكن حتى واحد ما شاف الوجه ديالها. كل مرة كدير لايف الناس في التعليقات كيظنوا بأنها زوينة بزاف. ولكن سومي عارفة أنه إلا ورات وجهها الشهرة ديالها غادي تنقص بسرعة. في المقابل اختها رينا عايشه الحلم ديال اي بنت كوريه صغيره، هي الوجه المعروف ديال مجموعه موسيقيه شعبيه سميتها ميراكل جيرلز، واللي متعاقده مع شركه انتاج وعندها ملايين ديال المعجبين في العالم كامل. رينا معروفه بالجمال والرقص ديالها ولكن ما كتعرفش تغني مزيان، ومع ذلك هي العضو الاكثر شهره في المجموعه. الزميلات ديالها في المجموعه ما كتعجبهمش حيت هي متكبره وكتعامل الناس بوقاحه. واحد النهار المدير ديالهم قال لهم بلي رينا جاها طلب باش تصور اعلان مع مغني مشهور سميتو هاي سونغ. البنات الاخرين حسوا بالاحباط حيت رينا كتجيها فرص اكثر منهم واخا كيغنيو احسن منها بزاف. من بعد في ذاك النهار جوج صحفيين جاو لدار الخواتات التوأم باش يديروا مقابله مع العائله ديال رينا، ولكن رينا طلبت من سومي تبقى في بيتها وقت المقابله حيت حشمانه من الشكل ديالها. ملي سولوها واش عندها خوت رينا كذبات وقالت لهم بان اختها الكبيره كتقرا في الخارج ونادرا فاش كتجي للدار. سومي كتكره اختها حيت الشخصيه ديالها خايبه بزاف وما كتعجب حتى واحد، على الرغم من انهم توأم ما كيشاركوا حتى حاجه من حياتهم مع بعضياتهم وديما كيتخاصموا. الحاجه اللي سومي كتكره اكثر من اختها هي المدرسه. صحاب القسم ديالها كيتنمروا عليها بزاف لدرجه انها ديما كتحسب شحال باقي ليها باش تسالي القرايه. لسوء الحظ في المجموعه ديال الناس اللي كيتنمروا عليها كاين واحد الولد مشهور سميتو كيو سوك، اللي هي مولعه به. العام اللي فات بحال هذا الوقت سومي قررت تعترف بالمشاعر ديالها لكيو سوك، ولكن المتنمرين شافوها ومعاها الكادو وقراو رسالة الحب اللي كتبات قدام الناس كاملين. سومي مازال ما نساتش الإحراج ديال أنها ترفضات قدام الجميع، ولكن المشاعر ديالها تجاه كيوسوك ما تبدلوش. في نفس الوقت رينا مشات للمكان اللي غادي يصوروا فيه الإعلان وتلاقات بنجم آخر سميتو هايسون، واللي كيعتبر راسو موسيقي أكثر من أنه فنان حيث هو عارف بلي رينا مشهورة غير بالجمال ديالها. كان قاسي معاها في التعامل. رينا دارت اللي قال ليها المخرج، ولكن بالنسبة لهاي سونغ المفهوم ديال الاعلان بان ليه ماشي حتى تما. رفض يشارك فيه وخلى المدير ديالو يواجه العواقب. بسبب الصرامه ديالو حتى رينا حيدوها من الاعلان. رجعت للدار كتبكي وكتسب فيه. في نفس الوقت سومي كانت كتلعب قدام الدار مع الكلب ديال العائله. ملي ما كانتش راده البال الكلب خرج من الدار وهرب. سومي دوزات النهار كامل كتقلب عليه ولقات واحد المره كبيره طايحه في الزنقه ومغمى عليها. قررت تساعدها ودات المراه للدار ديالها. المراه تاثرت بالطيبه ديال سومي وخلاتها دخل الدار وقالت لها بانها عرافه. ملي طلبت منها تختار ورقه من اوراق التاروت وراق الكارطه، سومي اختارت اندر ورقه فيهم كاملين. حسب كلام العرافه هذه الورقه خاص تحقق ليها اي امنيه. واخا ان سومي كانت شكاكه فكرت تبدل حياتها مع الاخت ديالها، ولكن من بعد غيرت الراي ديالها وطلبت تكون عندها القدره باش عمرها ما تزيد في الوزن. السيده عطاتها قيله كهديه قبل ما تودعها. في طريقها للدار مع الكلب ديالها سومي طاحت وغيبات. في نفس الوقت رينا اللي كانت في وسط التدريب ديال الرقص حتى هي طاحت وفقدت الوعي. ملي فاقوا الخواتات لقاو راسهم في السبيطار جنب بعضياتهم. الغريب في الامر هو ان الام ديالهم كتعيط لهم باسامي مختلفه. مشوشين شافوا في بعضياتهم وتصدموا ملي عرفوا بانهم تبادلوا الاجسام بطريقه غريبه. في البلاصه جراو لبرا وحاولوا يضربوا راسهم بحجره باش يرجعوا كما كانوا، ولكن هذه الفكره الغبيه ما خدماتش. ملي كانوا كيقلبوا على افكار اخرين عينين سومي شافوا في القلاده اللي عطاتها العرافه وتفكرت انه بلا وعي طلبت تبدل حياتها مع اختها. مشاو كيجريو لدار السيده. ملي وصلوا لقاو بانها خرجت كونجي وغترجع من بعد شهر. الخبر كان كارثي بالنسبه لهم حيت دابا غادي يضطروا بانهم يعيشوا حياه الشخص اللي كيكرهوه بزاف لمده شهر. باش يتاقلموا مع حياتهم الجديده قالوا لبعضياتهم شنو خاصهم يديروا وشنو ما خاصهمش يديروا في حياتهم اليوميه. سومي خاصها تكون قبيحه مع الناس وتريني على الرقصه اللي هي والفرقه ديالها كيوجدوا. في المقابل رينا خاصها غير تسكت وغتكون بحال اختها. النهار اللي من بعد لبسوا حوايج بعضياتهم بدلوا تليفونات وبداو كيوجدوا نهارهم. رينا مشات للمدرسه وفي الطريق ديالها بدات كتاكل باكيه ديال الحلوى اللي عمرها ما كانت غادي تقرب ليها في الجسم القديم ديالها. ما كانتش مقلقه من التبادل وكتشوفو كعطله لمده شهر من الحياه المزدحمه ديالها. ولكن هادشي تبدل ملي وقفتها مجموعه ديال المتنمرين. غيوسيوك خطف منها الساشي ديال الحلوى وضحك عليها حيت هي معجبه به. رينا بغات تجاوبهم ولكن تذكرت ان سومي عمرها ما كانت غادي دير بحال هادشي وسكتات. في المقابل سومي مشات للشركه باش دير التدريب الاخير قبل العرض النهائي، وحيت هي الاكثر شهره في المجموعه عطاوها احسن الملابس وعاملوها بالاولويه. وملي جا الوقت باش تقدم توترات وغلطات في الحركات ديال الرقص. هاي سونغ اللي كان كيشوف الاداء ضحك على ضعف الموهبه ديالها. من بعد التدريب كان خصهم يقدموا العرض مباشره. التوتر غلب سومي وبكات في الحمام.
شدات القلادة وتمنات تقدم اداء يكون زوين في النهائي. ملي جا الوقت باش تقدم ما نسات حتى خطوه، ولكن المغنيه الرئيسه واللي هي منافسه ديالها نسات الكلمات في وسط البث المباشر. باش تعاونها سومي غنات في بلاصتها وسرقات الاضواء، حتى هاي سونغ تصدم ملي سمعها كتغني مزيان. من بعد العرض تعكلات وطاحت بالغلط في الحضن ديالو، على عكس رينا سومي تعجبات بالجمال ديال هاي سونغ. من بعد ما عاونها طلع للمسرح وبدا كيغني، سومي تعجبات بيه وبدا كتشوف فيه بزاف. في الدار رينا كانت معصبه حيت سومي غنات مزيان، ومن بعد ما يرجعوا للاجسام ديالهم الناس غادي يتوقعوا منها دير نفس الشيء، انها تغني مزيان. سومي وعدتها باش انها المره الجايه ما غاديش تغني مزيان، ولكن من بعد هاي سونغ صيفط لها ميساج وكيطلب منها انها تسجل معه اغنيه. رينا تذكرت الغرور ديالو في اخر مره، شجعت سومي باش تقدم احسن الاداء وتعطيه درس. رينا كتلقى المذكره ديال سومي وكتبدا كتقراها، كتكتشف شنو كتعاني سومي كل نهار بسبب التنمر ديال صحابها. تلاقات بهم من نهار لاخر وعيبات المكياج ديال وحده منهم. البنت ما عجبهاش الحال وبغات تصرفقها. رينا شدات ليها اليد وفاجات الجميع. كيوسو كيحاول يحرجها بحكم انها معجبه به، ولكن رينا عايرته وقالت لي بانه خايب ومشات بحالها. كيوسيو كيبقى مصدوم من هذا التغيير المفاجئ في الشخصيه، وهذا الشيء عجبوه. في نفس الوقت في الشركه هاي سيون كيصيفط ميساج لسومي باش تجي عنده السطح، كيعتذر منها على الطريقه اللي تصرف معاها بها في الاشهار، وكيبداو يهضروا على الاغنيه اللي خاصهم يغنيو بجوج. كيبان انهم عندهم نفس الذوق الموسيقي، وهذا كيخلي الاختيار سهل. في التالي هاي سيون كيعنقها وكيعرض عليها تخرج معاه في موعد غرامي. في المشهد اللي من بعد بجوجهم كيبقاو في الاستوديو كيسجلوا الاغنيه، وملي كيسمعوا النتيجه النهائيه كيبوسوا بعضياتهم. في الدار الاخوات جلسوا باش يهضروا على نهارهم، وحيت كل وحده دارت داكشي اللي ما عجبش الاخرى هادشي خلاهم يكذبوا. رينا مقلقه حيت باقي عندهم جوج سيمانات باش يقدروا يرجعوا للجسم الاصلي ديالهم، ولكن سومي بدات كتبغي هايسيون وما بغاش ترجع للجسم القديم. قبل ما تنعس كتمنى ان العرافه ما ترجعش من العطله ديالها. النهار اللي من بعد سومي كتلاقى هاي سونغ في السطح، كتعجبها اللحظات اللي كتدوز معاه وكتستمتع بهم. وفي نفس الوقت رينا كتكمل القرايه ديال المذكره ديال سومي. كيجي مشهد فلاش باك كيبين كيفاش سومي سبق ليها مشات العديد من اختبارات الاداء الموسيقيه. كانوا كيعترفوا موهبتها فقط في اختبارات الاداء العمياء. بزاف ديال المخرجين كانوا كيعيبوها وكيحتقروا موهبتها بسبب الشكل ديالها. هادشي خلى رينا تفيق بظلم العالم تجاه الناس اللي كيعتبروهم مزوينينش. في القسم التلاميذ اللي كانوا كيتنمروا عليها بداو كيشطحوا على الاغنيه ديالها في وقت الاستراحه. ملي رينا ضحكات عليهم تحداوها باش دير بحالهم. كتصدم الجميع ملي كتشطح احسن منهم. كيوسيو كيبدا كيشوف فيها بعين اخرى من بعد هذه الواقعه. في اليوم اللي من بعد سومي كتستعمل الحاسوب ديال هاي سونغ وكتكتشف انه كيتفرج في اللايفات اللي كانت كتغني فيهم. هادشي كيعطيها امل انه ربما غادي تعجب بها ملي ترجع للجسم الاصلي ديالها. في نفس الوقت رينا كتقلب في الحاسوب ديال سومي وكتلقى قناه سكسي ديفا ديال البث المباشر، وكتبدا لايف بالخطا وهي قدام الكاميرا. بزاف ديال التعليقات كيدخلوا كيضحكوا على شكلها وكتخسر بزاف ديال المتابعين. بالليل سومي كتبكي حتى داه النعاس وكتمنى بالقلاده ديالها ان الناس ينساو اللايف اللي دارتو رينا. في الصباح اللايف كيختفي وما كيبقى حتى واحد يهضر عليه، بحال الا عمرو ما كان. حتى رينا ما كتعقلش انها دارت اللايف. سومي كتكتشف ان القلاده ماشي عاديه وانها كتحقق ليها الامنيات. نهار كامل سومي كتجرب القوه ديال القلاده وكل امنيه تمناتها كتحقق، ولكن كتلاحظ انه كل ما كتحقق امنيه شي حد في حياتها كيخلص الثمن. مثلا ملي طلبت الاكل اللي عجبها، الاغنيه الجديده ديال هاي سونغ اتهموها الناس بسرقه الالحان. وملي غلطوا في الرقص في الاداء المباشر تمنات انه يتصلح الخطا، وفعلا الامنيه تحققت، ولكن عضو من الطاقم تصاب بجروح خطيره. النهار اللي من بعد كيوسيوك سد على راسو في الاستوديو متاثر من فضيحه سرقه الالحان. سومي كتمشي عنده بجوج كيكملوا تسجيل الاغنيه ديالهم بجوج. في هذا المشهد رينا فرحانه بزاف حيت اخيرا سالاو 30 يوم. الاخواتات مشاو لدار العرافه ولكن لقاوها مازال ما رجعتش. سومي شكات ان السبب هو الامنيات اللي كانت كتمنى، وعاودت تمنات باش ان العرافه ترجع في اقرب وقت. كنتيجه لهذه الامنيه خرجت اشاعه في الاعلام باللي هي على علاقه مع هاي سيونغ. رينا سمعت بالاشاعه وتقلقت بزاف. تشادوا ودابزوا وسط الباركين حتى دخل هاي سيونغ باش يفرقهم. دفع رينا الارض وقال لها تبقى بعيد، ولكن التصرف خلى سومي تظن انه كيبغي غير وجه رينا الزوين. النهار اللي من بعد سومي زارت الدار ديال العرافه مره اخرى وعرفات من بنتها انها ماتت. البنت قالت لها بلي باش يرجعوا للجسم القديم خاصهم يشدوا القلاده بجوج ويتمنوا بصدق انهم يرجعوا كيف ما كانوا، ولكن الا وحده منهم ما كانتش ناويه بصح الامنيه ما غاديش تحقق. من بعد ما لقاو الحل باش يرجعوا رينا فرحات بزاف، ولكن سومي كانت باينه عليها بلي ما بغاتش، وكشفت ليها ان هاي سيونغ ما كانش كيبغيها ملي كانت في الجسم ديالها الحقيقي. هادشي كيعني انه حاليا كيبغي الشخصيه ديال سومي ماشي الوجه ديال رينا. من بعد هذا النقاش جربوا يتمناو الامنيه كما شرحت لهم بنت العرافه، ولكن ما تبدل والو. النهار اللي من بعد سومي ورينا تلاقاو قدام الشركه ديال الخدمه.
رينا كانت غادي تضربها طوموبيل، ولكن سومي خاطرت بحياتها باش تنقذها. ملي فاقوا في السبيطار لقاو راسهم رجعوا لاجسامهم الحقيقيه. الطبيبه اللي كانت مسؤوله عليهم كان شكلها بحال العرافه، شرحت لهم باللي سومي هي الاخت الكبيره والحاميه ديال الاخت الصغيره، ومن بعد ما حققت الهدف ديالها بانقاذ رينا من الحادثه قدروا يرجعوا كما كانوا. في المشهد اللي من بعد رينا سالات العلاقه ديالها مع هاي سيونغ وقالت ليه بلي ما بغاش تخسر صفقه الاشهار الا شافوها الناس معاه، ولكن الحقيقه هي انها ما تقدرش توعد الشخص اللي كيبغي اختها. المتنمر جي سيوغ حتى هو اعتذر من سومي وقال ليها بلي بدات كتعجبو، ولكن رفضاته حيت مازال كتبغي هاي سيونغ. سيمانه من بعد هاي سيونغ انضم لواحد الكاستينغ ديال الموسيقى. رينا جابت لسومي الوراق باش تسجل وشجعتها باش تشارك. سومي جمعت الشجاعه ديالها باش تمشي للكاستينغ، خصوصا حيت بغات تشوف هاي سيونغ مره اخرى. غنات الاغنيه اللي غناوها بجوج في الدويتو وقدرت تبهر الجميع. في المشهد الاخير كنشوفوا سومي وهاي سيونغ كيسجلوا اغنيه بجوج اللي كيبين انها تقبلت في الكاستينغ. وهذه هي النهايه ديال الفيلم ديالنا. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه باش تشوفوا فيديوهات بحال هادو، فعلوا الاشعارات وخليوا اللايك باش تدعموا القناه. شكرا بزاف.